اتعرف على سيادتك؟ محسن عباس. حاج محسن، حضرتك شغال ايه هنا يا فندم؟ انا بعتبر ميكانيكي القطر ومسؤول عنها من الناحيه الفنيه. شاركت في المشروع طبعا اكيد، قناه السويس الجديد. اكيد طبعا. منذ البدايه يا فندم؟ منذ البدايه طبعا، في خدمات كتيره قامت بيها الاطراف كلها. ايه الخدمات دي يا فندم؟ سحب الكراكات وخدمات الكراكات من شرايط، من مواسير، الناس اللي رايحه بتشتغل، اللي جايه بنشفت الكراكات من مكان لمكان. الحاجات دي كلها الاطراف بتقوم بيها. كنت متوقع ان المشروع ينتهي في سنه؟ لا. ليه بقى يا فندم؟ مشروع صعب وقرار صعب طبعا، اعجاز وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. القياده السياسيه طبعا خططت، وكلمه سنه طبعا دي حاجه اعجاز، حقيقي اعجاز. تمام. شعورك ايه وانت شاركت في هذا المشروع؟ شعوري انا شخصيا ما يتوصفش، لكن احنا بنقول للاجيال الجايه هي دي مصر، وهي دي حياتكم، وهي دي مستقبلكم. حافظوا عليها واشتغلوا فيها وانفقوا، وربنا يوفقكم ان شاء الله في مشاريع اكبر من كده. حضرت عبور اول سفينه في القناه؟ كنا احنا مصاحبين، كان القطره دي مصاحبه ليها. شعورك كان ايه في لحظتها؟ طب ما انا بقول لحضرتك ده اعجاز. ده لحظه عبور السفينه. ما انا بقول لك اعجاز، اللي انت اللي عملته شفته قدام منك، نتيجته قدام منك اهي. المركب معديه بالغاطس بالحموله بتاعتها زي الكنال القديم، ما فيش اي حاجه خالص، ومصاحبتها بمرشدين مصريين، باداره مصريه، بكل حاجه ماشيه في الكنال. طبعا فخر لاي مصري انه يشوفه، وفخر اكبر للي اشتغل. تقول ايه الرئيس السيسي صاحب القرار اقامه القناه؟ الله يكون في عونك، وربنا يقويك على الشعب المصري وعلى متطلبات الشعب المصري، والله يكون في عونك في القرارات اللي انت بتاخدها. قرارات طبعا مصريه وصعبه، ولكن عشان نيه خالصه وحبك لمصر ربنا بيوفقك. بتقول ايه للجيش المصري العظيم اللي اشرف على تنفيذ الحفر الجاري؟ لا، ده ملوش مثال، ده ملوش مثال. وبعدين احنا ما نقولش الجيش المصري، احنا نقول الجيش الوطني، لان ده اخويا وابن عمي وابن خالي وكلنا فيه. احنا انا اتجندت في الجيش، واخواتي اتجندوا في الجيش، وولاد عمي وابني وكله. ده اصبح مننا. مش تقول ايه للفريق مهمه ميش صاحب الفكره والتنفيذ ورجالتك وزمايلك بعد انتهاء المشروع؟ الفريق مهمه ميش كتر خيره. احنا نعلم جيدا ان الراجل ده لا نام ولا ارتاح ولا اي حاجه. طبعا ليل ونهار كان في الموقع، شغل، اشراف على الاطراف، اشراف على الشغل، اشراف على المشروع، اشراف على الكراكات، تسليل العقبات لكل المعدات اللي شغاله في الكنال. حضرتك مش مجامله ولا اي حاجه، وانا راجل فاضل لي حاجات بسيطه على المعاش. بص لشكله لما مسك الهيئه، وبص لشكله دلوقتي من الاجهاد والسهر والتعب والكلام ده كله، هتعرف الفرق والمجهود اللي هو عمله. كلمه اخيره نقول تحيا مصر. نقول تحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا كل القياده السياسيه والتنفيذيه في مصر.